مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا فيكم بوصفة اليوم. راح نحضر تقلاية البندورة مع الثوم والفليفلة. بتمنى تتابعوا الوصفة للنهاية وخلونا نبدأ بطريقة التحضير. بالبداية بطواية واسعة وعلى نار عالية راح أحط زيت زيتون تقريبا ربع كاسة شاي. بعدها بحط 4 فصوص ثوم مقطعتهم لشرايح. بضيف الثوم فوق الزيت وبعدين بقلب الثوم كتير منيح على نار متوسطة. بستمر بتقليب الثوم لوقت ما يزهر لونه، ما بدي كتير ياخد لون، مجرد إنه يزهر لون الثوم رح أضيف الفليفلة. هلا هون أنا عندي فليفلة حدة مقطعتها لبكر أو لدوائر، حطيتها فوق الثوم واستمريت بتقلاية الفليفلة مع الثوم لوقت ما شوي الفليفلة دبلت. إضافة الفليفلة الحادة اختيارية، إذا بتفضلوا تستبدلوها بالفليفلة الحلوة. بعد هيك رح أضيف فوقن معلقة صغيرة من الكزبرة، والكزبرة كتير ضرورية لوصفة اليوم، هي اللي رح تعطيها طعم مميز كتير مع الثوم والفليفلة. بستمر بتحريك الكزبرة مع الفليفلة والثوم بهالشكل هاد، وبعدها رح أضيف بندورتين مقشرتن ومقطعتن لجوانح رقيقة. ضفت البندورة بهالشكل هاد، وهلأ بعلي شوي النار وبقلب البندورة مع باقي مكونات الصلصة وبغطي الطواي وبعيفن تغلي وتتسبك تقريبا ربع ساعة. وخلال الربع ساعة كل دقيقتين 3 بكشف غطا الطواي وبقلب البندورة لحد ما أتأكد إنه البندورة استوت وكل المكونات كلها سمكت وتجانست مع بعضها. هلا هون عندي أول شي بلشت بعد 3 أو 4 دقايق البندورة إنه تدبل وتطلع ميتها، بقلبها وبرجع بغطيها مرة تانية، وبهالشكل هاد لمدة ربع ساعة بستمر بتحريك البندورة بشكل مستمر لوقت ما تتسبك عندي. هلا هون البندورة عندي استوت تماما، دابت، لاحظوا شلون دابت، والبندورة تجانست مع الثوم والفليفلة. هلأ رح أملحها، طبعا الملح على حسب كميته على حسب الرغبة، وبهالشكل بتكون الصلصة صارت عندي جاهزة. هالنوع من الصلصة طيبة كتير جنب المقالي، مقالي الباذنجان أو القرنبيط الزهرة أو حتى البطاطا المقلية، جنب البيض أو جنب المقددات أو جنب البسطرمة. يعني الصلصة طعمتها مميزة بالثوم والكزبرة وطبعا بالفليفلة. إذا ضفتوا الفليفلة حدة أكيد رح تطلع أطيب من الفليفلة الحلوة، بس كتير في ناس ما بيحبوا أو ما بيفضلوا الحد. بهالشكل بكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. عملت صلصة البندورة مع الثوم والفليفلة بطريقة جدا سريعة وطيبة كتير، ومثل ما ذكرت بتتقدم جنب كتير أكلات، البيض والمقالي مرت وباقي أكلات تانية. يعني بنقدر نعتبرها مثل الشطة أو مثل أي صلصة باردة بتتقدم جنب كتير أكلات. إذا عجبتكم الوصفة ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونلتقى بوصفة جديدة إن شاء الله.